اللهم صل على حبيبي المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. وحشتوني 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 جدا. بس النهارده جايه لكم وصفه حلوه قوي للشعر. مش مكلفه خالص، بجد جميله جدا جدا. الله اكبر اللهم بارك. حلوه، انا جربتها من اول استخدام عجبتني جدا جدا، فحبيت ان انا اعمل لكم فيديو. اولا هي بتعالج كل مشاكل الشعر، يعني لو الشعر هايش، لو الشعر متقصف، لو الشعر متشابك، هتعالج كل المشاكل بتاعه الشعر. بنت شعرها خفيف جدا جدا جدا، وعلى قد ما هو خفيف كده بس بيتشابك في بعضه وبيقصف طبعا لما باجي اسرح لها. وما كنتش عارفه ان انا بجد اعمل ايه، لاني جربت لها حاجات كتير وزيوت غاليه جدا وما جابتش نتيجه. وجربت الدهان ده او الزيت ده، مش قادره اقول لكم يا بنات، تحفه اللهم بارك. يعني جميل جدا جدا جدا. هتتفرجي على لمعان الشعر زي ما انت شايفه كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لمعان وشعر بنتك يعني هيكبر اي حاجه. يعني بصي، بنت ولد هتستخدميه، انتي نفسك هتستخدميه. تحفة، جميل جدا، بيدي لمعان لو الشعر هايش بيلم الشعر الهايش، بيطول الشعر، بيقويه. بيخليه زي الحرير كده. الله اكبر، زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا بتسيبيه على الشعر شوية، وبعد كده بتسلكي بالراحة كده بالمشط عندك. هتقعدي 3 4 ايام بعد كده ما تحطيش زيت، من كتر ما هو فعلا مفعوله سحر، مفعوله جميل جدا جدا وعجبني. علشان هو طبعا نوع مش غالي، تمام، وفي نفس الوقت اداني النتيجة اللي انا فعلا كنت محتاجاها. حاجة كمان ان هو هينفع جدا لأيام المدارس. بيمنع عدوى الحشرات بتاعة المدارس، يعني مطهر كده للشعر. وبيفك كمان الكعبلة اللي بتبقى في الشعر دي. طبعا كل الأطفال بتكره التسريح وبتكره التسليك، فهنرحمهم شوية من الضرب على القفا من كتر ما احنا بنسلك. بصوا انا بصوا من بره، بصوا بوريكم في ايديا. طبعا هقول لك يا ست الكل، انت عماله تقولي عماله ترغي 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 ومش بتدينا نتيجه. هو الزيت جوز الهند الاصلي، وعليه كمان الصبار الاصلي. يعني هتجيبي 2 جوز هند وصبار، اهم حاجة الاتنين دول تجيبيهم من مكان يكون نظيف، وتضمني ان هم اصليين وحاجة كده بيور، وحاجة جميلة جدا. هيخلوا شعر بنتك زي الحريم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك على الفيديو ده.